تخيل إن قبل التنازلات من القرن الماضي كان كل اللي نعرفه عن مرض السكر إنه بيحصل بسبب نقص إفراز الأنسولين. القصة بدأت بشكل غير مباشر مع اكتشاف الأنسولين سنة 1921. وقتها كان الاكتشاف ثورة حقيقية لأن مرضى السكر اللي أجسامهم مش بتنتج أنسولين بدأوا يتحسنوا بشكل واضح عليه، لغاية لما الطبيب البريطاني هارولد هيمسورث لاحظ حاجة، إن في مرضى رغم ارتفاع نسب السكر في دمهم لكن مستوى إفراز الأنسولين في جسمهم كان طبيعي وأعلى من الطبيعي كمان. هنا بدأ السؤال، هي المشكلة دايما في نقص الأنسولين ولا ممكن تكون المشكلة إن الجسم نفسه ما بقاش بيستجيب للأنسولين بشكل طبيعي؟ من هنا بدأ يظهر مصطلح جديد في الطب اسمه مقاومة الأنسولين. عندك كرش، دهون كتير في منطقة البطن، بتلاحظ اسمرار في منطقة الرقبة أو تحت الباط، دايما جعان وعايز تاكل حلويات أو نشويات. لو عندك أي علامة من دول يبقى الفيديو ده مهم جدا ليك. تعال النهاردة أقولك إن كتير مننا بدأ ياخد أول خطوة ناحية مرض السكر وهو مش حاسس، وأول خطوة هي مقاومة الأنسولين. لكن الخبر الحلو إن مقاومة الأنسولين مش زي مرض السكر، لا ده أنت عندك القدرة إنك تعالجها وتعكسها تماما. ومش بس كده، ده في مرضى سكر ماشيين على علاج يقدروا يتعافوا تماما من مرض السكر لو قدروا بس إن هم يعالجوا مقاومة الأنسولين. عشان نفهم مقاومة الأنسولين تعالى الأول نعرف إزاي جسمنا بيتعامل مع الأكل. أنت ببساطة مع أي أكل بتاكله بيتحول لسكر بيدخل الدم ويرفع نسبة السكر في الدم، وده بيدي إشارة للبنكرياس إنه يبدأ يشتغل ويفرز الأنسولين. من ضمن مهام الأنسولين إنه بيدخل السكر من الدم جوه الخلايا عشان تبدأ تستخدمه. يعني الأنسولين هو المفتاح اللي بيفتح القفل الموجود على خلايا جسمنا عشان تبدأ تدخل السكر. لو القفل هنا ما بقاش شغال كويس، يعني مش بيفتح بسهولة، ده معناه إن السكر مش هيقدر يدخل جوه خلايا جسمنا ويفضل عالي جوه الدم، وده يحفز البنكرياس عشان يبدأ يفرز أنسولين أكتر. خلي بالك أنا قلت إن القفل بيفتح بصعوبة، يعني محتاج أنسولين أكتر علشان يفتح. عند المرحلة دي بالظبط هي دي مقاومة الأنسولين. هنا سكر الدم مش عالي أو عالي بنسبة بسيطة، ما وصلتش لمرحلة مرض السكر، والخلايا بتقدر تدخل السكر جواها بس محتاجة مجهود أكبر من البنكرياس ومحتاجة نسبة أنسولين أعلى. في الوقت ده أغلب الناس ما بيكونش عندها أي أعراض ملحوظة، وحتى تحاليل السكر بتكون في النسب الطبيعية أو أعلى منها بحاجة بسيطة. بس كمان لازم نعرف إن دي المرحلة اللي ممكن فيها علاج مقاومة الأنسولين تماما، لأن لو انتظرنا أكتر من كده وبدأ فعليا مرض السكر هنا بنقول إن أغلب الحالات خلاص ملهاش علاج نهائي وهتبدأ تعتمد على الحبوب عمرها كله علشان تقدر تظبط نسبة السكر في دمها.